هي بتعني لكل شخص عم بيقدم اشياء جديده وبعده مستمر باستمراريه 28 سنه نجوميه. يعني بقى هذا الشيء اكيد، يعني تخيل يعني اول وحده استلمت جائزه الميركس دور قد ايه قلنا زمان، ولهلا بعدنا عم بستلم جوائز ميركس دور وغير ميركس دور. احنا ناطرين فخامه معاليك، شو تخبرينا اكثر والتوقيت؟ بعد اسبوع غنيه خليجيه عن جد كتير مختلفه، ما بتشبه شيء، ما بتشبه غنيه انا عملتها، ما بدي اقول عن حدا تاني. انا عملت ردة فعل على شيء صار معي، صح؟ فما بيكون في شيء بدي اياه، في شيء انرفض وكان في سوء تفاهم حواليه وتصحح بانه كان مش مقصود، وتم اللي لازم يصير اللي هو حريه الفنان وانه يكون على مسرحه ويؤدي اي اغنيه بيختارها من اغانيه اللي بيملكها واللي له حق يغنيها من دون ما حدا يقول له. وبالتالي الموضوع كان في سوء تفاهم تصحح، ما كان في خطأ مقصود ولا كان في، ونحن مثل ما قلنا عم نتهرب من انه نحكي بهالموضوع لانه فوتة البيت بتخلي كل شيء يتمحى ونخلينا عم نفكر بالستب الايجابي اللي بعده. انه ضلني حافظ على هيدا النجاح يلي وصلت له، ضلني على حسن ظن الجمهور. بدنا نقول لك اليوم مبروك على التكريم، وهيدا شيء انت كنت بتستحقه، نحن قلناه قبل ما توصل لهون، بس خبرني قديش هيك غير الجمهور اللي بيعطيك هالجائزة المحبة، هيك كمان فعاليات قد ايه مهمة للفن؟ طبعا مهمة، أكيد مهمة، خاصة إنك عم تتكرمي عم تتكرمي بمهرجان يعني يعتبر رقم 1 بالعالم العربي، وحيشوفك كل الوطن العربي بهيدا التكريم، وهذا بيعني لي كتير لأنه هو تقدير للتعب والجهد اللي عملتيه بالشيء اللي عملتيه، حاطة قلبك كلياته بهالعمل. جاي نشوف الكامباك تبع الميركس دور السنة، وأنا مبسوطة إنه دايماً مشاركة معهم بهالمناسبة لزقف لرفقاتي وانبسط فيهم. وهيدي اللحظة يلي الواحد بيحصد فيها إذا بدك نتائج عمله على صعيد بين أهل الفن، بين طبعاً، بس هي الجائزة الأولى واحد بياخذها من الجمهور أكيد. نحكي اليوم لحدا مكرم، تاريخ كتير كبير بالفن اللبناني وشقيقة فيروزتنا فينا نقول. خبرنا عن هالتعاون، وخصوصا انه هي عندها تاريخ فني، كيف هيك بأي نظرة بتشوف لتتعاون معها وتلبس؟ أول شيء مساء الخير فاطمة. كمثل الفنانة السيدة هدى حداد شقيقة سيدة فيروز، كان شوي صعب تحتار شو بدك تلبسيها، لأن ما فيك تلبسيها أي شيء، بدي شيء يقيم بمقامه، وخاصة الدرس بده يكون كتير محتشم، ديسكريت، كم طويل، بنفس الوقت شك، وبنفس الوقت الشك ما يكون قوي. رح اقول لكم انه رغم كل الظروف الصعبه السنه عاملين دوره استثنائيه كثير مميزه تحت شعار ستينج الايف ذا شو ماست جو اون، لانه لازم نضلنا على قيد الحياه، ولازم العرض يستمر بالنجاح، واللبنان يضل عم بيشع نجاح وفن وامل وابداع للعالم العربي وللعالم كله. دكتور فادي، اليوم نحن كمان بدنا نقول لك مبروك، شو رضاكم على الاسماء الموجوده؟ بعرف كلهم اعزاء على قلبكم، بس بالنسبه للاسماء والنجوم اللي رح نشوفها اليوم، حقيقه رح تلاحظي انه الاسماء كلها الاسماء اللي فعلا ناجحه جدا هالسنه. يعني نحن دائما في جوائز عن العام المنصرم بتشوفي يمكن بمصر بلبنان هي الاسماء اللي ضوت، اللي كان عندها اعمال، اللي بينت، يعني ما في اسماء كانت غايبه وعم تاخذ جائزه، لا كلها عن اعمال معينه، بالاضافه للتكريمات نشوفها كل سنه. خليني اسالك عن تكريم السيده هدى حداد، يلي هي تكريم عن جد كان مفاجئ. نحن هدى بنحبها من زمان كثير، هي تكرمت معنا سبق وتكرمت بال 2002، تكرمت مش كتكريم، كان جائزه افضل مطربه مسرحيه عن الاعمال المسرحيه اللي كانت عم تعملها. نادر، اليوم بدنا نقول لك مبروك اكيد على الجائزه اللي رح تستلمها عن تيتر مسلسل واخيرا. هيدا تيتر كنت انت كثير محمس له، وكنت عم تعمله بس لمسلسل، هل كنت متوقع كمان تنال جائزه؟
الحمد لله. شفتي كيف انشغل، انت كنت معنا في الاستوديو، شفتي كيف انشغل بحب وبطريقه سريعه بس بمحبه كبيره، والحمد لله طلته كانت حلوه وعلم مع الناس يعني، وتوج هلا العمل بالميركس دور. يعني انبسطت كثير بهيدي الجائزه، بتحمسك هيك بتحسي حدا قال لك يعطيك الف عافيه، بتقدر تعب. يعني هي ضاع القلب بس ما ضاع التعب الحمد لله. يعني انا من بداياتي بعتقد من اول سنه او ثاني سنه كان لي جايزه وقتها كل القصايد الفنان الشامل، اخذت اول مره. هلا بعد غيبه لظروف رجعنا هلا نكون موجودين، وبقول مبروك لكل الموجودين اليوم. يا الله شو بدي اقول لك، بقول لك انه اول شيء نحن مشتاقين لك، ونحن كليتنا بنسعى انه نتعاون لنقدم الافضل. بيبقى انه التوفيق عند رب العالمين. الفريق العمل كله بيشتغل وبيسعى لعمل اعمال مميزه يعني، بس هيدي التوفيق عند الله. اليوم في مسلسل كل ممثلينه مكرم النار بالنار كمان، يعني قد ايه هالتجربه كانت تحدي فعلا من اولها، وقد ايه وصلت لبر النجاح هيك اللي متوقعه انت كنت؟ التحدي هو حقيقه الامر لانه النص تبعه جريء، فبعتقد انه عملنا اللي لازم نعمله. انا مثل ما بتعرفوا قد ما فيي بجرب اني ما اكون قدام الكاميرا، دائما بجرب اكون ورا الكاميرا، مقابلاتي خفيفه، بس يمكن اكيد من ورا شغلي لاني بحترم المشاهد وعين المشاهد، اكيد هذا له تاثير كتير كبير بهذا الموضوع. أكيد شفنا لك آخر شيء غنية مع نانسي عجرم يلي عملتوا مع بعضكم كتير نجاحات بالفيديو كليبس وأخذت ضجة، تيجي ننبسط. فخبريني أكتر قد إيه هيك رحتي فيها للبساطة، بس أكيد فيها شغل، بس هيك شوي حسينا منه معقد. صح مزبوط، نحن كان عبالنا نغير شوي هالمرة، بتعرفي الغنية صيفية وفريش، كان عبالها شيء يكون سهل الممتنع، يعني شيء تطلعي فيه تحسيه ما كأنه معمول يعني مجهود كرمال تعمليه، بس بيقطع هيك بشكل سلس بشكل حلو، فالحمد لله نجحنا بتخيل. كل واحد ما بيرضى 100%، بس انه ما بدي احط حالي بموقع حكم، بالنتيجه الدنيا اذواق وما فيك اليوم ترضي الكل. في ناس بيستاهلوا التكريم، وفي ناس بتحسي انه لازم يتكرموا بعد ما تكرموا، وفي ناس مش على طول لازم يتكرموا، بس ما رح نفوت بالتسميات. بس نقول الحمد لله انه في هالحركه الحلوه يلي بترجع بتعطينا امل انه المهرجانات والاحتفالات بعدها ماشيه بلبنان، لانه لبنان ممنوع يموت وممنوع يوقف نبض القلب تبعه. تجربه رائعه جدا انك تكوني انت عم تحطي لمساتك على اعلاميين وفنانين كنت تطمحي بالقبل توصلي لهم من خلال الميراكس. الحمد لله صار كلهم بيعرفوني، صار بيطلبوني بالاسم، فهيدا نجاح بحد ذاته. الميراكس دور ابدا منه هين تنظيمه، يعني المهرجان الاضخم بالوطن العربي مع كل الفنانين وكل الاعلام وكل الصحافه، دائما في عندك اشياء صعبه، استفزازات او مطبات او قصص بتواجههم، بس هن قدها وعم يبدعوا، فهذا شرف لان نحن نكون مع الميراكس دور. بفتخر عنا هيك دكتور رجعتوا صورة حلوة على لبنان. كنت فاينالست باثنين كاتيجوريز، أفضل غنية لبنانية وأفضل نجمة عربية. بعرف إنه ما ربحت، بس صراحة هذا الشيء يعني I'm so grateful لأنه قدرت أوصل هون من بداية مسيرتي الفنية. بدي أشكر الميراكس لهذا التيم الرائع، و thank you for having me. ويعني نحن العرب لازم نتوحد ونحتفل مع بعض. I'm very happy مبسوطة كتير. أول مرة أنا في ميراكس دور وأنا كتير مبسوطة أنا معكم. هذا مرة تانية زرت بلدكم، أول مرة ميراكس. وأنا مغنية فنانة عالمية، جيت إلى بيروت بتشتغل مع المخرج عادل سرحان. نحن عملنا مع بعض كتير فيديو كليب، والآن أنا هنا أريد أن أتعرف عن الفنانين، وأهم شيء نحن يساعدهم ونكرم الفنانين في كل العالم العربي.